هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا بكم في ساعة منتدى السبت. هذا اليوم 6 من فبراير من عام 2016. معكم أمل علي وفريق الإذاعة نرحب بكم في هذه الساعة، ونبدأها بآخر تطورات الأخبار من الداخل. بعد ذلك أعزائي المستمعين سنذهب إلى حوار المنتدى، وفي حوار هذا المساء سيكون معنا البروفيسور مريم فان رايزن، وهي أستاذ الحاسبات للمجتمع من جامعة لايدن وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة تيلبرغ، وأيضا الناشط السياسي عبد الرحمن سيد، حيث سنتحدث معا في دعوى قضائية أقامها مستر ريت بهلبي أحد نشطاء شبيبة نظام أسمرة ضد البروفيسور مريم، لنتعرف على حيثيات هذه القضية. بعد ذلك أعزائي المستمعين تتابعون إعادة للتغطية التي قمنا بها لتظاهرة لندن المناهضة للطغمة الحاكمة في أسمرة والمؤيدة للجنة تقصي حالة حقوق الإنسان في إريتريا. متابعة طيبة وأهلا بكم. كم صباح وعلتي جميران مبارك منهم جميران بابنا ندنا هيوت نصبما بابزتح منا نعدنا نقدما مبارك علما لحبار زي عرب وياه وزعمينا لنا يحابر موياه مبارك كده برابك عمزمان معتوي وياها نفس وقت من يحضر وياها مبار سدك مبار شو عقلك زي ودكاس شمونت زي قدس ستقر وقت وتسر بذلكي زي كونس نتوسدي وتدبر ستقر عقمو تدبر عبدهم مغزقت مني واللي كونن زيقت أمين عقلي يتدبر عرف وياها وزعمينا لما يحابر موياها مبار فتين كم مبار مع التوب وياها نفس وقت لما يحابر موياها مبار هي المغان سوار فتحاوي تعدل ساديات ذكن الساديات في الكل عدل كيف تتصفر تبالع عندك كيف تمرح سامع لو تعريف أدريب كات سرح عبيك تتممو نفس خاط جنح البحر حسب تمسيت ودح مع القوي وياها نفس وقت من يحابر وياها مبار من يحابر وياها مع القوي وياها نفس وقت من يحابر وياها مبار تتحللي علمنا يتوارث أنا يسمع لي كقد ما يبني لعلي آحيلي
صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: سلطات أمن النظام الاستبدادي تشدد قبضتها على المعتقلين. زيارة وفد عسكري سعودي إلى شبه جزيرة حلب لمعاينة منشأة تصنيع السفن العسكرية. حملات تفتيش ومداهمات تعقبها اعتقالات تطال موظفين حكوميين في مدن عدة. الأخبار بالتفصيل. نقلت السلطات الأمنية القمعية التابعة للنظام في تاريخ 30 من شهر يناير الماضي 45 من المعتقلين الذين ظلوا يعانون الأمرين في معتقل بالقرب من مدينة نقفة إلى معتقلات في جزيرة دهلك المعروفة بحرارتها الشديدة التي تتجاوز 50 درجة في أغلب الأحيان، وهم في حالة يرثى لها ومقيدين بالسلاسل الحديدية وفي حراسة مشددة تابعة لخفر السواحل الإريتري. وتم نقلهم على متن زوارق تابعة للبحرية في الساعات الأولى من الصباح. وتفيد مصادرنا من مدينة نقفة أن المعتقل الذي يشهد حالات وفيات مستمرة تمارس فيه العديد من الانتهاكات وأنواع شتى من التعذيب الجسدي والنفسي، ويعتقل فيه عادة الهاربين من برامج السخرة المسمى زورا بالخدمة الوطنية، وكذلك بعض المعتقلين المتهمين بنشاطاتهم السياسية المناهضة للنظام الاستبدادي. وتشير مصادر المنتدى إلى أن من ضمن هؤلاء المعتقلين 4 من الأطفال القُصّر الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 عاماً. قام بتاريخ 30 من شهر يناير الماضي وفد عسكري سعودي رفيع المستوى برفقة قادة البحرية الإريترية ومسؤولين من مكتب رئيس النظام الاستبدادي بزيارة إلى شبه جزيرة حالب لمعاينة سير تصنيع السفن العسكرية صغيرة ومتوسطة الحجم التي بدأ النظام منذ فترة طويلة. وأفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى إلى اهتمام الوفد العسكري السعودي بالمساهمة في تحديث المصنع المذكور، كما عبر عن موائمة المكان لصناعة السفن العسكرية وأبدى ارتياحه من عملية سير المصنع. كما أشارت إلى زيارة مماثلة قام بها الوفد إلى معسكر كليمة العسكري ومنطقة رأس الدميرة. المعروف أن النظام الاستبدادي يقوم في هذه المرحلة بتأجير الموانئ الإريترية إلى بعض الدول في المنطقة وتقديم التسهيلات العسكرية لها في تفريط واضح بالسيادة الوطنية. قامت السلطات الأمنية القمعية في الآونة الأخيرة بحملات تفتيش واسعة ومداهمات للمنازل في سلسلة من الاعتقالات تطال المواطنين الأبرياء، حيث قامت مؤخرا باعتقال 4 من الموظفين الحكوميين، 3 منهم يعملون في إدارة مدينة جندع، والرابع يعمل موظفا في إدارة مدينة قحتيلي، واقتادتهم إلى أماكن مجهولة. وفي نفس الإطار تم اعتقال 12 شخصا من معتنقي مذهب البنتة، وذلك في مدينة مصوع، 6 منهم من طلبة في معهد العلوم البحرية في المدينة. وكذلك تم اقتيادهم إلى معتقل معطر سيء الصيد. الجدير بذكر أن النظام القمعي يتبع سياسة قمعية ضد أتباع الأديان، خاصة تابعي مذهب البنت الذين يعتقلون في معتقلات غالبا ما تكون خاصة تمارس عليهم شتى أنواع التعذيب ويتعرضون للتصفية الجسدية. نهاية نشرة. ساديات ذكر الساديات في الكل عد الكاف تتصفق تبالع عد الكاف تمرق سامع لو تعريف أدريب كاد سرح عبيد تتممو نفس خاط قرح البحر حسب نسيت وقح مع الكاوي وياها نفس وقف من الحابة وياها من بار من الحابة وياها مع الكاوي وياها نفس وقف من الحابة وياها من بار حق المخن سواه أي تتحللي علمنا يتوارث أنا يسمع لي كقت ما يبني لعلي آحيني. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في حوار المنتدى.
معي في هذا المساء من هولندا البروفيسور مريم فان رايزن، وهي أستاذ الحاسبات للمجتمع في جامعة لايدن، وكذلك أستاذ العلاقات الدولية والابتكار والعناية في جامعة تيلبرغ. وأيضا معنا الناشط السياسي الأستاذ عبد الرحمن سيد. سنتحدث معا عن الدعوى القضائية التي يقيمها مسرة بهلبي أحد نشطاء شبيبة نظام أسمرة ضد البروفيسور مريم، لنتعرف على ماهية هذه القضية وخلفيتها. أرحب بكم وبضيوفي. Good evening, Miriam, and thank you very much for joining me in tonight's talk. Hi, Amal. Hi. Happy to be there. Thank you. مساء الخير عبد الرحمن، وأهلا ومرحبا بك. مساء الخير أخت أمال، ومساء الخير مستمعين راديو المنتدى. يا هلا. كما تعرفين اليوم شعبنا يناضل من أجل الحريات ويسعى إلى تحقيق نظام ديمقراطي عادل وسلمي، وأنت لست بعيدة عن هذا. هل لنا أن نبدأ معك بالتعرف عن قرب على علاقتك بالمشهد السياسي الإريتري؟ That's a nice question. Thank you for that, Amal. I studied in the 1980s in an international university, and there were many Eritreans there, and they became my friends. And so هذا سؤال جميل. درست في عام 1980 في جامعة عالمية، حيث التقيت بعدد من الإريتريين وأصبحنا أصدقاء. قرأت الكثير عن إريتريا ونضالها، وتعمقت علاقتي واهتمامي بإريتريا. بعد التحرير عاد الكثير من أصدقائي إلى إريتريا، وذهبت لزيارتهم، مما جعلني أتابع عن قرب مجريات الأمور هناك. في عام 1997 كنت هناك قبل الحرب، وحينها شعرت بأن الأمور متوترة. وبعد سنوات وفي عام 2001 بدأ الكثيرون يشعرون بأن الوضع أصبح صعب، فغادر من استطاع وبقي آخرون منهم صديقين لي ما زالوا هناك وما زلنا على تواصل. في عام 2006 بدأ بعض الأصدقاء بالتواصل معي للتفكر فيما يمكننا أن نفعله سويا بشأن ذلك، وواحد منهم هو عبد الرحمن سيد. had now left Eritrea. They asked me for a meeting to see how we could do more to inform the world about the situation in Eritrea. Yes. And Abdul Rahman was one of those. هل لك أن تحدثينا عن نوعية ارتباطك بإريتريا؟ هل هي الكتابة مثلا أو الحشد من أجل إريتريا، وفي أي مجال بالتحديد؟ Well, it has really been continuous learning because it has been very difficult to understand the situation and also to understand why the situation is as it is. And also because there always is a lot of كان ارتباطي عبارة عن معرفة الأمور، لأنه كان من الصعب فهم ما كان يحدث هناك ولشح المعلومات، مما يجعلك لا تعرف ما تصدق وما لا تصدق، ويثير الكثير من الشكوك. لذا كنت أوصي للكثيرين وأحادثهم، ومن ثم أدون وأقرأ وأتابع وأيضا من خلال اللقاءات المباشرة. عبد الرحمن، يعني السيدة مريم هي مهتمة بالشأن الإريتري منذ زمن طويل كما تحدثتنا الآن. حدثنا أنت، لأنك تعرفها عن قرب وعملت معها، عن هذه المرأة التي مهتمة بقضايا الشعب الإريتري وقضايا الديمقراطيات والحقوق. نعم، السيدة مريم فان رايزن هي بصراحة مناضلة إريترية بامتياز. لقد عملت في دعم حقوق الإنسان في إريتريا لفترات طويلة. كما أشارت هي بنفسها، بدأت بدعم النضال التحرري للإريتريين، ومن ثم عندما تحررت إريتريا وأصبحت دولة مستقلة، وبعد 2001 عندما زادت الاعتقالات على مستويات عليا في إريتريا بعد أن كان يعاني منها المواطن العادي، وصلت بعد 2001 إلى قيادة النظام وقيادة الحزب نفسه. فبدأت تتحرك هي أيضا في الجانب حقوق الإنسان، وكانت لها مساهمات كبيرة جدا، ليس فقط في رفع الوعي العام الأوروبي بما يحدث في إريتريا من انتهاكات لحقوق الإنسان، وإنما أيضا ما كان يتعرض إليه أو اللاجئ الإريتري من اضطهادات في سيناء
وفي أيدي نعم. مهربي البشر حول هذه القضايا. أيضا كانت هي أول من أشار إلى هذه القضية وأوصلت المعلومات من خلال أبحاث ودراسات إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت هنالك حملات كثيفة في داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، وكذلك أيضا فيما بعد وصلت إلى المفوضية السامية للاجئين. ومن ثم أصبحت القضية قضية عالمية يعرف عنها الجميع، وتناولتها وسائل الإعلام حتى إبان أحداث الثورات العربية أو ما عرف بالثورات العربية. هذه القضية ظهرت أيضا في الإعلام المصري نعم. والإعلام العربي والعالمي. ولهذه القضية كان لمريم دور كبير جدا يعني في إظهارها، وألفت كتب وأبحاث والتقارير نشرت حول هذا الموضوع. وحتى الأمم المتحدة يعني حددت ميزانية لمحاربة ومكافحة هذه الظاهرة من خلال التعاون مع السلطات السودانية المركزية منها والولاية على مستوى ولاية كسلة. ولا زالت هذه القضية حية في ذهن الأستاذة مريم. نعم. عدا ذلك أيضا في تفضلي. نعم، دعني أيضا أعود قليلا إلى السيدة مريم، يعني هنا في هذه النقطة بالذات فيما يتعلق بموضوع الإتجار بالبشر، هل حدثنا أيضا عن علاقتك بهذه القضية، قضية الإتجار بالبشر في سيناء؟ Yes, certainly. We had a conference in 2009 that Abdul Rahman also attended, really to discuss how we could better help the situation in Eritrea. And at that conference, نعم بالتأكيد، كان لدينا مؤتمر في عام 2009، وكان أيضا الأستاذ عبد الرحمن حاضر لمناقشة الوضع في إريتريا، وكان الأبزر آي حاضرا معنا وحدثنا عن المتاجرة بالبشر التي يتعرض لها الإريتريون في سيناء. وكانت ميرون ستيفانوس حاضرة أيضا وتحدثت عن الموضوع لاحقا في برنامجها الإذاعي والذي اشتهر، وقدمت عملا رائعا فيه. وفي الوقت الذي كانت ميرون تنشر القصص وما يحدث في سيناء، لاحظنا أنه كان من الصعب إقناع الصحفيين العالميين والسياسيين أن ما يحدث في سيناء حقيقي، وذلك بسبب بشاعته وسوءه. كان من الصعب تصديقه. وفي ذلك الوقت كنت أعمل في جامعة تيلبرغ، وكانت إحدى زميلاتي وهي متخصصة في موضوع الإتجار بالبشر تتحدث معي في هذا الموضوع، وتحدثنا عن كيف نعمل بحث أكاديمي في هذا الموضوع ونقنع العالم أن ما يحدث في سيناء كان حقيقيا. That what was happening in Sinai was really true, and that's what we did. نعم، كان ذلك عملا جيدا ما قمت به مع ميرون. حاليا أنت تواجهين قضية ما زالت مستمرة مع مسرة بهلبي، وقد جرت جلسة الاستماع الأولى فيها. هل حدثتنا عنها وعن خلفية علاقتك بهذا الشخص فيما يتعلق بقضايا السياسة الإريترية؟ Yes, I have realized only recently that already I have known him since at least 2008, but I didn't really remember it. Apparently he wrote to me in 2008 and I responded to him, so he has kept that email, but for me I had not remembered that. But I know that he had... لاحظت مؤخرا فقط أنني أعرف هذا الشخص منذ عام 2008، ولكني لم أتذكر ذلك، وعلى ما يبدو كان قد أرسل لي إيميلا واستجبت لمراسلته، ولكن أيضا لم أتذكر ذلك. وكان يحضر العديد من المؤتمرات المفتوحة التي كنا نعقدها. القضية الآن أن صديقة إعلامية اسمها ساما تيلينا كانت تعمل لوقت طويل في موضوع الترجمة المباشرة في هولندا، في مقابلات اللجوء التي غالبا ما يكون الأشخاص يتكلمون فيها إما العربية أو التيغرينية وليست الهولندية طبعا. ولاحظت هذه الصحفية أن المترجمين في هذه المقابلات غالبا هم أشخاص مرتبطين بنظام الهيغدف، وكتبت عن ذلك عدة مرات في عملها وليس عملي أنا. ولكن لمعرفتها بعلاقتي بإريتريا طلبت مني التعليق على هذا الموضوع، وعلقت بالقول أن هذا صادم، وخاصة أن يلتقي طالبي اللجوء بمترجمين على علاقة بشبيبة الهيغدف لأنهم يفرون من الهيغدف. وقلت أن هناك إخوة مترجمين لشخص من قلب النظام أو الجهاز الأمني للهيغدف، وخاصة أن المعلومات عن اللاجئين تذهب لإريتريا وتسبب المشاكل هناك.
ويؤثر ذلك على وضع اللاجئين الذين يعتبرون لاجئين اقتصاديين بحكم ذلك وليس فرين من النظام، وبسبب ذلك يتعرض أهاليهم للمشاكل في إريتريا أيضا. وفي هذه النقطة لم أذكر اسمه لأنه لم يكن موضوعا شخصيا ولم يكن عنه. كنت أريد التحدث عن المشكلة وأنها مشكلة منظمة وأن شبيبة النظام تقف وراءها. Yes, and I wanted to point out that there are structures for that, and that the structures of the embassies and the PFDJ and the YPFDJ are the key structures in organizing that. نعم، هنا برأيك ما هدف بهلبي ومن يقف وراءه، وما هي أجندتهم في رفع قضية قضائية ضدك وفي هذا الوقت بالتحديد؟ It is a very difficult question actually. When next week the court will... هذا سؤال صعب حقيقة. سيصدر الحكم في قضية الأسبوع القادم، وفي نفس اليوم سيكون هناك جلسة استماع لأن مسرات بهلبي رفع أيضا دعوى قضائية ضد دائرة الهجرة والتجنس الهولندية، وهي دائرة حكومية تنظر في قضايا اللجوء في هولندا. ذلك لأن مدير هذه الدائرة ذكر للصحافة بأنه تم تسريح هؤلاء المترجمين من العمل لصلتهم بالنظام في إريتريا، وهم كذلك علنا لعلاقتهم بالشبيبة. أجندتهم هي أن يقولوا بأن اللاجئين هم اقتصاديون وليسوا سياسيون، وذلك لتحسين وجه الهدف. هذا برأيي أجندتهم وترويج لعدم وجود مشاكل سياسية. Yeah, but the agenda is that they really want refugees to be seen as economic refugees and not political refugees. Exactly. So basically, they want to Right. advocate that really there are no political problems. عبد الرحمن، هنا يعني عندما يقوم هذا الشخص وهو شاب نشط في الشبيبة التي يعني هي تابعة للنظام برفع دعوى بهذا الحجم، ويخاطر يعني ليس فقط بأن يعني يسحب أناس لهم يعني تاريخ في يعني ممارسة الحقوق والحريات والديمقراطيات في هذا البلد مقابل الخلفية التي يأتي منها. برأيك إضافة، ما هي الأجندة يعني ومن يقف وراءها ولماذا في هذا الوقت بالتحديد؟ إذا تضيء لنا أكثر. هو كما أشارت السيدة مريم، الأجندة هي أجندة الهدف لا شك فيها، باعتبار هذه المنظمات هي كلها مرتبطة بالهدف مباشرة بالسياسة وبيمان جبران. بالإضافة إلى هذا تعمل لمصلحة هذا النظام الغاشم، وهذه ليست هي المرة الأولى تستهدف فيها مريم. هناك أيضا ناشطة إيطالية اسمها دانييلا أفالوني في إيطاليا تعرضت إلى الضرب، يعني الضرب والاعتداء المباشر والجسدي حتى اضطرت للذهاب إلى المستشفى والتشافي هناك. نعم. فبالتالي هؤلاء المجرمين يمارسون كل أنواع الترهيب والاعتداءات على الناشطين الأوروبيين الذين يحاولون دعم الشعب الإريتري في محنته، وبالإضافة إلى إسكات الصوت الإريتري. فهذه هي الأجندة الوحيدة. نعم. ولعلنا لاحظنا كلنا وقرأنا ما تفعله السفارات الإريترية أو السفارات النظام الإريتري من الادعاء بأن الذين يلجؤون أو يهربون من البلاد إنما يفعلون ذلك لأغراض اقتصادية وليس سياسية، يعني وإنما البلاد هي على أمن وخير. هذا ما يحاولون عكسه للخارج، وفي تقديري يعتبر هذا جريمة أخرى ترتكب بحق هذا الشعب الذي يعاني الأمرين، يعني حتى لا يستطيع تقديم اللجوء والعيش الكريم في الخارج، لأنه يطارد من قبل هذه المنظمات، وتحاول هذه المنظمات إقناع الرأي العام الخارجي العالمي والدول التي تستضيف اللاجئين بأن هؤلاء لا يستحقون حق اللجوء السياسي. هذا ما يريدون أن يقولوا، بعد أن هرب منهم اللاجئ من إريتريا لا يستطيع أن يقيم بأمان وسلام في الخارج، لأن هؤلاء يعني يقومون بهذه الحملات لجعلوا أنه ليس بلاجئ يستحق اللجوء السياسي. نعم. دعني أعود للسيدة مريم. وبالعودة إليك مريم، وأنت تعرفين الوضع السياسي في إريتريا عن قرب،
واليوم تواجهين دعوى قضائية من شخص ينتمي إلى خلفية سياسية لنظام لا يمارس القانون ولا يؤمن بالقضاء والمحاكمات العادلة والعلنية. كيف تشعرين إزاء هذا الوضع؟ Yeah, thank you for that question, Amal. I mean, it's very, very hypocritical. I mean, the point of the interview that I gave was about the refugees and the concern that we have that the refugees should have a good chance of being allowed to stay in my country, in the Netherlands. So, I mean, the point here should... أشكرك على هذا السؤال. هذا نفاق كبير جدا. أولا، عندما أثرت فكرة حول طالبي اللجوء وحقهم في أن يعطوا فرصة أفضل للبقاء في بلدي، كان أن نعمل معا من أجلهم، ومن المؤسف إثارة قضية حول ذلك، ثم أنه يقاضيني على كلمة أو كلمتين بينما يردون علينا بطريقة غير محترمة وترهيبية ممكن مقاضاتهم عليها. فأنا مرتبكة جدا من هذا الوضع. وأخيرا، هنا يستخدم القانون في بلدي بينما لا حكم للقانون هناك، أو أي شخص يمكن أن يسجن عشوائيا، مما يشعرني بالغضب. Where there absolutely is no rule of law and is no court, and where everybody is randomly taken into prison. So it made me very, very angry. بما أن قضيتك أصبحت قضية رأي عام في هولندا، ما هي الانطباعات هناك حسب متابعتك لها؟ Well, generally, people are really shocked that people have come here as refugees and now they are intimidating me. So, and this is why it really is very bad what they did, because it has the danger of looking bad on... هناك صدمة أن يأتي الناس هنا طالبي لجوء والآن يهددونني، وهذا سيء نتيجة لما فعلوه ولخطورة أن ينظر الناس إلى الإريتريين بشكل سيء، وهذا غير عادل لأن هؤلاء مجموعة صغيرة وهي مستفيدة من وضعها القانوني. من الصعب شرح ذلك، ولا بد من القول أن الإعلام هنا كان رائعا. إحدى شهريات الصحف كتبت عني تحت عنوان البروفيسور فان رايزن تقاضى كإريترية وليس من قبل الإريتريين، وكنت سعيدة بذلك لأن هذه قضية ضدي ليس كهولندية إنما كإنسانة مرتبطة بإريتريا، وهنا نحن مرتبطين معا. To the Eritreans, and in this fate we are all together. Exactly, and it's a case against Eritreans who are like suffering from this regime. It's our case. That's نعم، وهي قضية ضد الإريتريين الذين يعانون من هذا النظام، والكل يقف بجانبك، ونحن غاضبون أن تمر بهذا لأننا نعرف أن كل الجهود التي تدعم الديمقراطية والعدالة هي إريتريا تماما، فهي قضيتنا. Democracy and justice are Eritreans as much as we are, so it's against us as well. مريم، هنا يعني التقارير التي تقوم الآن يعني تحميش ما يمر به اللاجئ الإريتري ليصل إلى بلاد المهجر، والتي أساسا جاءت بعد يعني أو صعدت بعد التقرير الذي جاء من الدنمارك وأثر والآن يؤثر حتى في بريطانيا على وضع اللاجئين الإريتريين. هل هو له علاقة مباشرة ببعض المستثمرين الأجانب الذين يهتمون بالاستثمار أو الشركات الأجنبية الكبرى، أم له أهداف سياسية تريد أن تبقي بعض الجهات على هذا النظام رغم تعسفيته وديكتاتوريته في إريتريا؟ هي طبعا الأساس هو النظام القمعي في إريتريا، وهذا النظام لا يترك يعني مجال وإلا يحاول استغلاله لمصلحته. فهناك بالتأكيد شركات تحاول الاستثمار في إريتريا في استخراج المعادن بنسب مغرية جدا في الذهب وفي البترول وفي غيرها من المجالات المتاحة حاليا. وبالتأكيد هذه الشركات يعنيها الرأي العام باعتبار أنها تعمل أولا أو تنتمي إلى دول فيها هامش من حرية الإعلام وهامش أيضا من القانون واحترام حقوق الإنسان. فلهذا السبب تحاول أن تظهر صورة أخرى للنظام غير الصورة التي يعرفها الجميع، وهي انتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام حقوق المواطن الإريتري منذ ربع قرن من الزمن. نعم. فلا استبعد أن تكون هنالك مساهمات من قبل هذه الشركات لإعطاء
يعني طابع بأنها تتعامل مع نظام يعني له أيضا وجه آخر إيجابي وهكذا يعني. وحملة النظام لكن بالدرجة الأولى تستهدف يعني إعطاء صورة إيجابية لنفسه للاستمرار، لكن الذي لا يعرفه النظام أن الانتهاكات في إريتريا وصلت إلى درجة لا تطاق، يعني لا يمكن أن يتصورها حتى يعني من عاش ويعيش في أسوأ الدول التي نسمع عنها يعني. إريتريا تعتبر الآن يعني أكبر سجن للمواطنين لمدة طويلة جدا يعني. والآن سفراء إريتريا ودبلوماسيين إريتريا والسياسيين والمواطنين وكل الناس يزج بهم في الاعتقالات ويقتلون دون أي محاكمات دون أي خبر. فلهذا السبب يعني من الصعب إخفاء هذه الجرائم التي يرتكبها النظام مهما حاول. وما يفعله الآن من خلال أوكاره في الخارج مثل هذه المنظمات الشبابية وغير الشبابية هي لشراء بعض الوقت يعني لإعطاء نفسه مخرج من الأزمة التي أوجد نفسه فيها يعني. نعم بالتأكيد. دعني أعود إلى السيدة مريم. ما هو برأيك تأثير ارتفاع معدلات اللجوء إلى أوروبا على القرار أو الموقف السياسي لدول الاتحاد؟ وكما رأينا يعني مؤخرا مثل قرار الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي يقدر ب$200 مليون للحكومة الإريترية مؤخرا. ما هي قراءتك لهذا الوضع؟ Yes, I mean the fact that the European Union had signed this cooperation agreement was also used in the case against me because إن دعم الاتحاد الأوروبي الأخير استخدم ضدي أيضا، حيث أشار مستر راتبهلبي إلى أن حتى دول الاتحاد الأوروبي لا ترى أي مشكلة في إريتريا، وهذا أساس دعوتهم أن صورة إريتريا مختلفة. لا أعرف ما يعتقدون، ولكن أنا أرى إريتريا بلد رائع ينقصه حكم القانون، وأن يطلق سراح السجناء ومنهم في الخدمة الإجبارية، وأن يحق للناس التنقل والسفر بحرية. مشكلة يمكن أن تحل ببعض القرارات، ولكن يمكنني أيضا القول أنني كنت منزعجة من هذه الدعوة ضدي، ولكن دعم الكثيرين والوقوف بجانبي يجعلني ممتنة لذلك ويعكس ثقافة هذا الشعب. وأحب هنا أن أوجه شكري لكل من دعمني ووقف معي. I have really found that all the Eritreans have been friends with me in this case and standing by me, and we have been fighting this together. And I'm really so very grateful for all the messages of support that I have received. And it's just really wonderful to see this beautiful culture of Eritrea coming through all the messages that I receive, and it is really touching me very much. And I want to use this opportunity to anybody who has sent me messages to thank each and every one. وأخيرا مريم، كيف ترين إلى توحيد الجهود من أجل التغيير في إريتريا؟ Well, I think that wonderful Friday when Eritrea got its independence, that should be the inspiration of a free Eritrea. إن جمعة تحرير إريتريا لابد أن تكون الملهم لإريتريا حرة. إريتريا تستحق حرية حقيقية. Freedom Friday, Freedom Asmara, I think we just need to imagine that it will be possible. عبد الرحمن، في نهاية هذا اللقاء يعني دعني يعني ألقي الضوء معك على التيار العام الذي يعني يشتد الآن من قبل هذا النظام، لأنه يعتقد أنه ربما يستطيع يعني جذب الرأي العام الدولي إليه كما قالت السيدة مريم من خلال دعم الاتحاد الأوروبي وغيره من قضايا اللاجئين التي تؤثر على القرار السياسي الدولي. كيف يمكن مواجهة كل هذا في هذا الوقت بالذات من قبل القوى التي تسعى للمقاومة والتغيير؟ نعم، هذه فرصة. نحن طبعا لا نخشى مواجهة النظام بكل ما لنا من إمكانات ويعني فرص في إظهار الحقيقة أمام الرأي العام عبر القنوات القانونية والمدنية والسلمية. لهذا السبب أنا من المرحبين بخروج هذا النظام للتحدي أمام القانون العام، أمام القانون الجنائي، أمام القانون الهولندي وغيره، لأننا هذا ما نريده. يعني
لأن هذا سيكون إن شاء الله يعني يظهر الحقيقة أكثر فأكثر. هنا أريد أن أضيف أيضا نقطة مهمة، أن ما بدأه النظام بالبروفيسور ميريام فان رايسن ومن قبلها أيضا دانييلا أفالوني، وحاليا يعني النظام يخوض حملة تشويه لأعضاء لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وعلى رأسهم السيدة شيلا كيكاروس. هناك تدور الآن حملة لإسكات هذه الأصوات الحرة، فبالتالي علينا نحن جميعا يعني المسؤولية، لأن إسكات هؤلاء الناس ليس منحصر على أشخاصهم أو شخوصهم، وإنما يعني هو إسكات للصوت الإريتري وصوت العدالة. فلهذا السبب يجب أن نتعاون جميعا في إظهار الحقيقة، في رفع الوعي الذي أنتم أيضا تقومون به الآن من خلال يعني تناول القضايا الساعة، وكذلك التكاتف الناشطين والحقوقيين لدعم مثل هذه المواقف التي يقفها أنصار إريتريا من أمثال السيدة ميريام فان رايسن. وبهذه المناسبة أريد أن أشكر هذه السيدة ممكن تشكرها بالإنجليزي عشان تسمعك يعني على هذه الوقفة التاريخية. Yeah, okay. I just want to thank Miriam van Rijssen using this opportunity for all the efforts and the contributions she has so far made to the human rights case in Eritrea as well as outside Eritrea in supporting the victims of human trafficking. I am also standing in solidarity with Miriam, not just to expose the different associations that the regime has created in diaspora to as a spy network as well as intimidation and other criminal activities, but also in defeating and seeing Eritrea back to where it needs to be. It needs to belong to the Eritrean people in a free and prosperous atmosphere. Okay. So thank you, Miriam, and we'll stand by the end. Thank you. Thank you very much. في النهاية أود أن أسألك مريم كيف تتعاملين مع هذه القضية وكيف تشعرين وأنت تواجهين متطلبات الحياة الأخرى؟ كيف أنت؟ I think that we don't design our own destiny. So this came on my path, and I now think that I need to be there to deal with this, and to do that to the best of my ability, and that is what I'm trying to do. نحن لا نحدد أقدارنا، هذا قدر يواجهني وسأتعامل معه بأفضل ما أستطيع، وهذا ما أحاول فعله. نحن معك وندعمك من هنا أيضا في صوت المنتدى. أقدر حضورك معي اليوم وأتمنى لك حظا طيبا وأشكرك كثيرا. أشكرك وأشكر عبد الرحمن السيد. إلى اللقاء. And I'm grateful that you talked to me, Amal, and also thanks to Abdul Rahman for talking to me as well. Thanks. Thank you very much. عيش المعها هي وتجمر
تفرح جخا دموع الواد يزمني دموع الكفرقة تعرفنو والناني فقر يزمني نافق عقبك تحضرنو سقي حمام زسقرو ما غرد بعنا مني نقرو برد بنات مزرقه ما غرد السلام من نقرو سناي حسبنا سناي كتوى برحا نقصي تفاشقنا نولى عاوشتنا نوحيك سناي حسبنا سناي كمني لعلي دمتو نكشفو نزحكني زي حنو بس بس تفتني سناي منين والود ولدي سنك ودا يقصون ينوح ملدي شيشاي زلو رعينا يكون تحولي سناي منين سناي نحقا عبرك مطبكة ما تنقر زلقا أحمق تمت تناي ونحدقا انت يمين بعد مصبلتو زي في اللي نوسف تذكيري لوني نسانا زي اللي كمهوري وكنز تفتري تركم قوي جحوته عبكيري وثمنات مسكري من برنامج تطبقه مسح مطي كابو تماهيري اسمك عايشة آدم بري. أين إذاعة المنتدى؟ أيوة صوت المنتدى والله يوم ما تقوم مثل حواكي دي بإريتريا للحس الهلا كله ظلم لقبا تشريدنا الشباب لقبا لهلا كله إنسر أقولوا ما لاقي ندا أنا يوم كلنا مثل أحد مالته. أيوة ميت كالي يعني مو بيكونوا كلنا لا تقول هلو دي. كلهم لا تلهلو بينهم 7 بايتهم دي بإريتريا حكوا عدالة الليت أقول ما عندهم لا قبودي بعدالة الليت دي بقول مين أبرون قل من سر مصو أيوة إنسر عندهم مصو لجوء سياسي عند طلبوا حسيان اسم شعب إنسر عدام لهي ودو لو في عدالة من الليت أمان عندهم قلنا قبولة دي عندهم بالسلام قلنا برا بدي بمنسر أنا تقريبا حقوق الإنسان أيدو 100% طبعا أيدو أيوة كل حاجة حصلت لليت بإريترياتها. شكرا. أيوة شكرا لك. أولا اسمك مين وأنتي ليش جاية اليوم؟ أنا اسمي حكمت فكاك بارياي. جيت هنا للمظاهرة عشان صوت المرأة الإريترية يكفي من العذاب والظلم 20 سنة كفاية 25 سنة يكفي. أنا إريترية وأنا من لندن في المظاهرة في يوم 31/12 لمظاهرة عشان ما أعطي صوتي لإريتريا صوتي ما أعطي لسياس لا يكفي خلاص صوتي لإريتريا بس. عفوا تسلم.
عندنا قذف اقذف منف عندنا قذف اقذف منف عندنا قذف اقذف منف عندنا قذف اولاد مرساتنا السبع عمد ابو الزكار استرجع والمن. نعم للعدالة، لا للظلم، حرروا الأسرى، حرروا الأسرى، أوقفوا التعذيب، أوقفوا التعذيب، نعم للعدالة، لا للظلم، نعم للعدالة. اسمي مروة زين. طيب جاية ليش الآن؟ وضحي للمستمع في الإذاعة أنت جاية ليش؟ جاية هنا عشان أوقف مع الشعب الإريتري واستخرج حقوقه اللي أخذها مننا النظام الجائر. كيف يعني المظاهرة بتعبر عن إيش؟ هدف المظاهرة؟ المظاهرة هدفها أننا نعبر عن رفضنا لكل انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا والتوقيعات اللي النظام بيجبر المواطنين يوقعوها عشان ينقض كل تقرير حقوق الإنسان. والآن المظاهرة دي تحس إنه الناس الداخلين هل تأثروا بتظاهركم هنا؟ أكيد ما في شيء من غير تأثير، أكيد حيتأثروا وإن شاء الله يعني أتمنى يغيروا رأيهم ويوقفوا مع شعبهم لأنه الحكام زائلين والقوة كلها للشعب. العفو. اسمي إبراهيم الحاج. أعتقد أنه من الضروري أنه كجالية إريترية موجودة في لندن نشارك في مثل هذه الفعاليات، هذا أقل واجب أعتقد أنه المفروض يتعامل يعني، وأنا جاي من أجل ذلك يعني. وهم طبعا الآن هم ضد تقرير حقوق الإنسان ويقولوا لا التقرير ده كاذب. أنت من وجهة نظرك كيف؟ والله أنا حتى الآن مصدوم إنه في ناس لسه قاعد تيجي لاجتماعات بتاع ما أعرف نسميهم عصابة ولا نسميهم أي حاجة، بغض النظر عن حتى قبل ما نوصل على حقوق الإنسان، إنه ما أعتقد إنه ما في أي بيت في إريتريا ما تضرر من هذا النظام، حتى لو ما أخذناه على المستوى الوطني العام الوطن والكلام هذا، ممكن على المستوى الشخصي. ف حقيقة مواقف لا تبرر يعني مهما كان يعني. نعم، اسمي عمارة آدم بري وأنا ساكنة في لندن، ويشرفني أنه اليوم تواجد مع إخواني هنا وأخواتي في مظاهرة ضد هدف النظام الدكتاتوري. فكفاية فنحن يعني لازم يعني حتى الكلمات تخون يعني عشان أعبر عن النظام الظالم. فاليوم الأوروبيين عايزين يدعموا إريتريا ونحن نقول لا، ما في دعم لإريتريا لأنه نظام دكتاتوري، هو نظام عذب الناس، يتفنن في تعذيب الشعب الإريتري. الشعب الإريتري لم يجد ما يأكله، فاليوم احنا نقف هنا يعني ضد هذا النظام، نظام دكتاتوري، نظام قمعي، يعني نظام قمعي بمعنى الكلمة يعني. فنحن اليوم نقول كفاية جدا، فأي إنسان يقف مع الدكتاتوري يعني ما عنده محل بيناتنا. يعني شبابنا خلاص إريتريا الشعب يعني هاجر منها، ما في أحد فضل. يعني من حيبني إريتريا؟ يعني
يعني المستقبل هم الشباب في إريتريا، فلازم يعني الناس دي تتحد وتوري إنه أساياس كفاية جدا، يعني كفاية وشكرا. شكرا لك. والآن معنا الأستاذ ياسين محمد عبد الله، الحقوقي والناشط في مجال حقوق الإنسان. يعني حدثنا عن مشاركتك اليوم أستاذ ياسين في هذه التظاهرة. نعم، جئت هنا اليوم لأشارك مع مجموعة كبيرة من الناشطين الإريتريين للتعبير عن رفضنا للديكتاتورية، لإدانتنا للديكتاتورية، لمطالبتنا بإطلاق سراح المعتقلين كافة في إريتريا، والتعبير عن الموقف الحقيقي للشعب الإريتري ضد هذه الديكتاتورية، وفي مطالبته ونضاله من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في إريتريا. الآن هناك تجمع في الداخل هنا لمناصرين النظام لجمع التبرعات، وأيضا للحشد من أجل نقد التقرير الذي قامت به قدمته لجنة تقصي الحقائق في حقوق لانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. يعني إيش ممكن تقول عن هذا الموضوع التجمع؟ نعم، يعمل النظام بشكل يائس للتغطية على الإدانة الدولية التي خرجت عن مجلس حقوق الإنسان لممارساته الشنيعة وارتكابه لانتهاكات جسيمة حقوق الإنسان من خلال ابتزاز الإريتريين، من خلال استغلال بعض الوسطاء وبعض أيضا مؤيديه. لكن هذا طبعا لن يجدي نفعه، إذ أنه هذا التقرير تقرير موثق، هو من جهة دولية اختيرت من قبل أعلى جهة معنية بحقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وتقرير تم أقره مجلس حقوق الإنسان، ومفوضية حقوق الإنسان الآن تعمل على التأكيد أو على التحقيق على أن هذا النظام، للتأكيد أن هذا النظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية. فلا أعتقد أن هذه الممارسات ستنفع النظام، فهو لا يستطيع أن تغطي على هذه الحقيقة التي أقرت كما قلت من قبل أكبر وأعلى هيئة دولية معنية بحقوق الإنسان في العالم. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء. وسرت تشوه سحر الوجود وتبدر شوك الأساف رباه. رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح. حذار فتحت الرماد اللهيب ومن يبدر الشوك يجني الجراح. ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة، سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء. وسرت تشوه سحر الوجود وتبدر شوك الأساف رباه. رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء وضوء الصباح، ففي الأفق الرحب هول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح.
حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن يبدر الشوك يجني الجراح تأمل هنالك أن حصد رؤوس الورى وزهور الأمل تأمل هنالك أن حصد رؤوس الورى وزهور الأمل ورويت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتى ثمل تأمل هنالك أن حصد تأمل هنالك أن حصد رؤوس الورى وزهور الأمل ورويت بالدم قلب التراب ورويت بالدم قلب التراب وأشربته الدمع حتى ثمل سيجرفك السيل سيل الدماء ويأكلك العاصف المشتعل سيجرفك السيل سيل الدماء ويأكلك العاصف المشتعل ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة سخرت بأنة شعب ضعيف وكفك مخضوبة من دماء وسرت تشوه سحر الوجود وتبدر شوك الأساف رباه رويدك لا يخدعنك الربيع وصحو الفضاء بهول الظلام وقصف الرعود وعصف الرياح حذاري فتحت الرماد اللهيب ومن صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء، سلطات أمن النظام الاستبدادي تشدد قبضتها على المعتقلين. زيارة وفد عسكري سعودي إلى شبه جزيرة حلب لمعاينة منشأة تصنيع السفن العسكرية. حملات تفتيش ومداهمات تعقبها اعتقالات تطال موظفين حكوميين في مدن عدة. الأخبار بالتفصيل. نقلت السلطات الأمنية القمعية التابعة للنظام في تاريخ 30 من شهر يناير الماضي 45 من المعتقلين الذين ظلوا يعانون الأمرين في معتقل بالقرب من مدينة نقفة إلى معتقلات في جزيرة دهلك المعروفة بحرارتها الشديدة التي تتجاوز 50 درجة في أغلب الأحيان، وهم في حالة يرثى لها ومقيدين بالسلاسل الحديدية وفي حراسة مشددة تابعة لخفر السواحل الإريتري، وتم نقلهم على متن زوارق تابعة للبحرية في الساعات الأولى من الصباح. وتفيد مصادرون من مدينة نقفة أن المعتقل الذي يشهد حالات وفيات مستمرة تمارس فيه العديد من الانتهاكات وأنواع شتى من التعذيب الجسدي والنفسي، ويعتقل فيه عادة الهاربين من برامج السخرة المسمى زورا بالخدمة الوطنية، وكذلك بعض المعتقلين المتهمين بنشاطاتهم السياسية المناهضة للنظام الاستبدادي. وتشير مصادر المنتدى إلى أن من ضمن هؤلاء المعتقلين 4 من الأطفال القُصّر الذين لا تتجاوز أعمارهم 16 عاماً. قام بتاريخ 30 من شهر يناير الماضي وفد عسكري سعودي رفيع المستوى برفقة قادة البحرية الإريترية ومسؤولين من مكتب رئيس النظام الاستبدادي بزيارة إلى شبه جزيرة حالب لمعاينة سير تصنيع السفن العسكرية صغيرة ومتوسطة الحجم التي بدأ النظام منذ فترة طويلة. وأفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى إلى اهتمام الوفد العسكري السعودي بالمساهمة في تحديث المصنع المذكور، كما عبر عن موائمة المكان لصناعة السفن العسكرية وأبدى ارتياحه من عملية سير المصنع. كما أشارت إلى زيارة مماثلة قام بها الوفد إلى معسكر كليمة العسكري ومنطقة رأس الدمرة. المعروف أن النظام الاستبدادي يقوم في هذه المرحلة بتأجير الموانئ الإريترية إلى بعض الدول في المنطقة وتقديم التسهيلات العسكرية لها في تفريط واضح بالسيادة الوطنية. قامت السلطات الأمنية القمعية في الآونة الأخيرة بحملات تفتيش واسعة ومداهمات للمنازل في سلسلة من الاعتقالات تطال المواطنين الأبرياء، حيث قامت مؤخرا باعتقال 4 من الموظفين الحكوميين، 3 منهم يعملون في إدارة مدينة جندع، والرابع يعمل موظفا في إدارة مدينة قحتيلي، واقتادتهم إلى أماكن مجهولة. وفي نفس الإطار تم اعتقال 12 شخصا من معتنقي مذهب البنتي، وذلك في مدينة مصوع، 6 منهم من طلبة في معهد العلوم البحرية في المدينة. وكذلك تم اقتيادهم إلى معتقل معطر سيء الصيت.
الجدير بذكر أن النظام القمعي يتبع سياسة قمعية ضد أتباع الأديان، خاصة تابعي مذهب البنت الذين يعتقلون في معتقلات غالبا ما تكون خاصة تمارس عليهم شتى أنواع التعذيب ويتعرضون للتصفية الجسدية. صوت المنتدى. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الساعة. أعزائي المستمعين، لكم تحياتي وتحيات فريق المنتدى، إلى أن نلقاكم الأسبوع القادم. تصبحون على خير.